انا مش فاهمه الواحد لما بيبقى مسطول ده مرض ولا ايه، علشان انا مش فاهمه بجد والله. عشان لو مرض نعالجه، انا مش بتكلم على حد، انا بتكلم على نفسي. يعني انا مش فاهمه ايه اللي بيجرى في دماغي بجد والله العظيم. طيب اول حاجه محتاجه اقول لكم ان انا المفروض كنت مسافره دبي النهارده، طلعت طيارتي اصلا امبارح، واكتشفت بالصدفه. يعني انا اصلا يعني هي عشان الطياره كانت الساعه 3 الا، فانا مش فاهمه الفجر من الصبح، انا مش فاهمه، مش مشكله. المهم اكتشفت بالصدفه، اكتشفت وانا بعمل تشيك ان لقيت مفيش طياره، بيقول لي حضرتك الطياره راحت عليكي. قلت يا نهار اسود، يا نهار اسود. قلت خلاص مش مشكله، نحجز طياره بعديها. علشان ايه؟ تمام، انا محتاجه اروح دبي بسرعه، في شغل عندي مهم جدا لازم يخلص، وكاتب كتاب تانيين، ولازم ابقى موجوده في كاتب كتاب تانيين. احجز طياره تانية، وانا في المطار بقول لهم هو فين الناس، انا مش شايفه حد. بيقول لي لا حضرتك هما قفلوا. قلت لهم يعني ايه قفلوا؟ وقعدت ازعق بقى، وازاي ومش ازاي، وطيارتي ومش طيارتي. ببص لقيت ان انا حاجزه من دبي، من دبي لمصر. يعني المفروض دلوقتي في دبي راجعه مصر. وفي الاخر رجعت اهو، رجعت البيت اهو، بكلمكم من اوضتي العزيزه عشان اقول لكم لو احنا مسطولين ان نخلي بالنا. عشان كده بقى ايه، خلاص يعني انا دمرت النهارده كل حاجه، دمرت الواقع، فشخته اقسم بالله. المفروض كاتب كتاب تالين يعني كمان يومين، هعمل ايه؟ والله مش عارفه اعمل ايه، عايزه اعيط دلوقتي واصوت واشد في شعري واقول يا لا. انا غبيه، انا استاهل، انا غبيه، انا استاهل والله العظيم.